السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن HP EliteBook MT44 الرايزن 3 اللابتوب اللي وقع مني طبعا المشهور. في الحلقة دي هنتكلم عن الموديل اللي بعد منه على طول بس شاشة أكبر 15.6 بوصة اسمه HP EliteBook 755 G5 ودي من الأشكال اللي بعشقها حرفيا. لابتوب شاشته 15.6 بوصة وكله معدن واخد لوجو HP جديد، لابتوب تحفة فنية حرفيا. وطبعا لو انت بتحبني هتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بقى نبدأ بالفيديو على طول. اول حاجه هنبدا بيها هو التصميم وشكل الجهاز وخامته. اللابتوب اللي معانا شكله جامد جدا زي ما انت شايف كده. اللابتوب طبعا نازل معانا خامه كلها معدن رفيع جدا. الشكل الخارجي بتاعه حلو، يعني تعرف تمشي باللابتوب، يعني حتى لو انت قاعد في مكان او قاعد في اي كافيه شكل اللابتوب شيك، يعني وانت قاعد بيه شكله شيك. جاي من فول ميتال، كل الخامات اللي فيه معدن مش بلاستيك. الكيبورد بتاعه شكله جامد جدا، كيبورد كامل فيه كالكوليتور في الجنب. شاشته 15.6 بوصه، في ناس طبعا ما بتحبش ال 14 بوصه. شاشته 15 جودتها فول اتش دي. هنبتدي نشغل الجهاز ونشوف بقيه مواصفاته من جوه عامله ازاي. البروسيسور AMD رايزن 5 برو 2500 يو ويز راديون فيجا موبايل GVX. الفيجا بتاعته دي ديديكيتد 1 جيجا، بتوصل معاك للشير ميموري ل 6 جيجا. نازل برامات 16 جيجا من نوع DDR4 وممكن تخليها 32 عادي. طبعا عليه ويندوز 10 وشغال تحفه عليه. يعني لو جبنا هنا ديسبلاي ادابتر بروبرتيز هنلاقي ان الفيجا ديديكيتد فيديو ميموري 1024 توتال افيلابل جرافيكس ميموري اريا 8670. يعني الفيجا ممكن توصل معاك برامات 16 ل 8 جيجا ونص، ودي حاجه كويسه جدا لللابتوب في الفئه السعريه دي وبحجم الشاشه ده. طبعا حجم شاشته 15.6 بوصه بتيجي بجوده صوره فول اتش دي، الوانها جامده جدا. طبعا اللابتوب بيجي بكاميرا ومايك وصوته عالي جدا. في هنا لوك للكاميرا، ممكن لو انت خايف حد يخترقها او حاجه لان في ناس بتحط لزق على الكاميرا. نيجي بقى للسماعات بتاعته. السماعات بتاعته اسمها بانج اند اولوفيسن. لو انت حتى في مكان صوته عالي او في مكان فيه دوشه تقدر تسمع صوت بوضوح جدا. اللابتوب بيجي باتنين ماوس، في بوينتر هنا في النص، طبعا ده ما حدش بيستخدمه الماوس اللي في النص ده، ودي الكليكات بتاعته. التاتش باد بتاعته سلسه جدا، الزراير بتاعتها من تحت واخده شكل الابل بالظبط. الدوسه بتاعتها ناعمه، لما بتدوس كليك يمين او شمال دوستها حلوه قوي. وقبل ما نخش على مداخل اللابتوب والمنافذ بتاعته ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. اللابتوب نازل فيه مخارج كتير جدا، في مكان لسيم كارد ومكان للايرفون وفي USB 3 و HDMI هنا لو عندك شاشه تلفزيون كبيره وعايز تعرض عليها. في مكان لكابل لان لو انت ما عندكش واي فاي ممكن توصل الكابل هنا. وده داك ستيشن كده، توصيله زي كابل كده بيطلع مخارج كتير، توصله هنا كده يديك مخارج تايب سي و HDMI كتير وكده. يعني هنلاقي كمان منفذ هنا ممكن تشحن بيه اللابتوب او تطلع منه HDMI او USB 3. منفذ اسمه تايب سي، ده طبعا بيطلع لك كل المنافذ اللي انت محتاجها. وطبعا في مخرج الشحن بتاعه. اللابتوب طبعا بيجي بالشاحن الاصلي بتاع الشاحن الاوريجينال، في منه 45 واط و65 واط. طبعا ما حدش بيشتكي من 45، بيشتغل كويس جدا، ساعات بينزل كده وكده. لو لفينا الجنب التاني هنلاقي فتحات التهويه بتاعته، دي اللي بيخرج منها الهواء السخن اللي بيجي من البروسيسور والفيجا. وطبعا في مكان USB 3 تاني. طبعا لو لفينا على اللابتوب من ورا كده هنلاقي كلمه إليت بوك واضحه عندنا هنا. الشكل العام بتاعه ما شاء الله عليه تحفه. انا عن نفسي بحب شكل اللابتوب جدا، يعني اللون السيلفر ولوجو HP الجديد باين قوه التصنيع فيه وقوه الخامات. يعني الماتيريال بتاعته قيمه، تحس ان انت مقتني حاجه ليها قيمه. وطبعا بقى وصلنا لمرحله ان احنا نفك اللابتوب من جوه ونبص على كل قطعه فيه ونقول هي وظيفتها ايه او بتعمل ايه. هنجيب الفوطه كالعاده نحطها عند اللابتوب كده عشان ما يتخربش. نبتدي بسم الله نجيب علبه المفكات، طلع طبعا منها المفك. عايز تسالني انا جبتها منين دي؟ عشان انا جبتها من منشيه بصراحه. هندور على المفك بتاعنا. فين الصليبه اهو. بسم الله هناخد ده نركبه هنا. نبتدي نفك اللابتوب حته حته. اوبس. طبعا اللابتوب زي ما انتم شايفين كده خامته معدن. ممكن دي على جنب. دي البطاريه بتاعته، دي الاوريجينال. طبعا قبل اي حاجه هنضطر نفك البطاريه، نشيل السوكت بتاعها كده بحيث نعرف نشتغل على اللابتوب عشان ما نعملش اي شورت فيه. اللابتوب نازل برامات 16 جيجا، رامتين 8 جيجا، كل رامه فيهم 2400 تي. ده الباص بتاعها اهو، PC4 2400 تي، دي 16 جيجا.
ودي طبعا المروحه بتاعته، وده البروسيسور والفيجا طبعا مع بعض مدمجين. دي القناه طبعا اللي بيمشي فيها كالعاده السخونيه لحد ما تتطرد من هنا. ودي السماعات بتاعته، نازل بسماعتين جامدين جدا صوتهم عالي قوي. ودي طبعا كارتة الواي فاي، وده الاس اس دي. طبعا انت الاس اس دي ده نازل 256 جيجا، ممكن تشيله وتركب اس اس دي 1 تيرا، وده نوعه ان في ام اي. طبعا بعد ما بصينا على كل حاجه في اللابتوب من جوه، هنضطر نقفل كده ونركب البطاريه الاول عشان ما نقفلش عليها، ونبتدي نقفل اللابتوب تاني. نتاكد ان كل الكليبسات بتاعتنا ايه ركبت كويس. بسم الله كده. طبعا سامعين صوت التكتكه. قفل تاني. هنيجي بقى للعيوب بتاعه الجهاز. والله انا شايف في المجمل كارت الشاشه بتاعه مش قوي زي ما انت متخيل، برده مهما كان 1 جيجا برده، ونوعه دي رام 4، فعمره ما هيقدر يشتغل بقوه ار تي اكس 3060 او جي تي اكس 1650. فما تحاولش تقارنه بلابتوب في الفئه السعريه ال 20000. ده لو انت بتدور على لابتوب يكون شاشته 15.6 بوصه، ويكون معاه كارت شاشه وفي نفس الوقت بروسيسور قوي في الفئه السعريه المتوسطه، لان ده رينج سعره حوالي من 9000 جنيه ل 10000 جنيه طبعا على حسب السوق وعلى حسب اليوم اللي يتباع فيه. وطبعا ما ننساش نقطه ان طالما في ناس بتحسبها ان الكارت طالما وصل معايا ل 8 جيجا فهو قادر يشغل لي كل حاجه، لا طبعا ده مهما كان هو اسمه شير ميموري. فاحنا ما نروحش ان الكارت خلاص قرا معانا 8 يبقى ده لابتوب بكارت شاشه 8 جيجا. طبعا في ناس بتقارن يقول لك ده كور اي 7 جيل عاشر يعادل كور اي 7 جيل عاشر. هو ده يعادل كور اي 7 بس من الجيل السادس او السابع، وطبعا معاه كارت شاشه. فده لو انت بتدور على لابتوب بيكون شكله حلو وفي نفس الوقت شاشته كبيره وجودتها حلوه قوي وفي نفس الوقت معاك جرافيك بس مش جامد، افضل لابتوب في الفئه السعريه كشكل ومواصفات هو ده، لان رينج سعره حوالي من 9 ل 10000 جنيه على حسب رامات 8 او 16. نيجي بقى للمميزات بتاعته. مميزاته ان هو يقدر يشغل لك بيس 17 18، ممكن كمان يشغل لك بيس 20 بشرط تكون الرامات 16 جيجا، ما ينفعش تلعبها على 8 جيجا رام، لان الرامات طبعا الفيجا بتاخد منها، فبتدي مساعده للبروسيسور وبتدي مساعده للفيجا انها تقدر تشغل اللعبه دي بجوده كويسه. انا بالنسبه لي لو حبيت العب لعبه ما بحبش العبها بالجوده العاليه قوي، بحيث انا ما افرمش الاله اللي معايا او المكنه، سواء بي سي او سواء لابتوب. يعني بحب العبها يا اما بجوده متوسطه يا اما تحت المتوسطه بشويه. هتفرق معايا شويه في جوده الصوره بس هبقى مدي حريه للجهاز اللي تحت ايدي ان انا ما افرموش. يعني انا بلعبها ممكن اللاب اللي معايا يكون غالي بيشغلها بجودات عاليه جدا، بس مع الوقت لو اللابتوب ده هيقعد معايا 5 سنين ممكن يقعد 4 أو 3 سنين. فحاول بقدر الامكان ان انت ما تفرمش اي آلة في ايدك سواء بي سي او لابتوب، ما تلعبهاش على اعلى جوده او 4K. طبعا بقى قبل ما نجرب الالعاب والبرامج عليه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وطبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش طبعا ان انا بتعب في الفيديو جامد جدا عشان اقدر افيدك. نيجي بقى لتجربه الالعاب وتجربه البرامج على اللابتوب. اللابتوب طبعا قادر يشغل لك بيس 2017 و18، ودلوقتي هنشغل عليه بيس 19 برامات 16 جيجا، هنشغلها ونشوف جودتها عامله ايه. يلا بينا. دلوقتي احنا فتحنا اللعبه واللعبه فتحت واحنا عاملينها على جوده تعتبر متوسطه. اللعبه فيها سنه لاج بسيط قوي انت ممكن ما تلاحظوش، بس انت لو خليتها على جوده اقل من كده ان شاء الله هتشتغل معاك كويس. وما تنساش ان اصلا بيس 19 دي لعبه تقيله جدا، انا عن نفسي ما بحبهاش. يعني ممكن الاقي بيس 20 و21 اخف منها بصراحه، لان جربت 19 دي على كذا لابتوب ولابتوبات عاليه ساعات كانت بترخم معايا وبتبقى تقيله. فانت حاول تجرب بيس 20 او 21 وتوطي الجوده بتاعتها وان شاء الله هتشتغل معاك كويس. نيجي بقى للفوتوشوب. طبعا سلس جدا وهيشتغل تحفه على اللابتوب ده، حتى لو عملت يوفط كبيره جدا سواء 30 متر في 30 متر هتلاقيها اشتغلت معاك كويس جدا وعمره ما هيأثر معاك. ده من ناحيه الفوتوشوب والإليستريتور. وطبعا في البريمير هيشتغل معاك كويس طبعا كالعاده، بس طبعا مش جودات 4K او فيديوهات تقيله جدا. يعني حاول برده ما تعملش لود على الجهاز، ده هيكفيك وزياده لو انت مبتدئ او حتى بعد المبتدئ بشويه. كمان هنجرب عليه نفتح اوتوكاد، وبرده اوتوكاد هيشتغل كويس قوي، لان الاوتوكاد عندي بيشتغل على اجهزه اقل من كده واجهزه انتل وبيشتغل كويس قوي. او حتى انت في كليه اداب قسم جغرافيا هيقدر يشتغل معاك خرائط كويس قوي، يشتغل معاك اوتوكاد كويس قوي. وطبعا انصحك باللابتوب ده لو انت بتدور على لابتوب يكون شكله حلو. ورقم واحد عندي الشكل، يعني انا
اكتر حاجه محبباني في اللابتوب ده هو شكله، حرفيا بحبه جدا. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم. وطبعا لو انت عايز تدعمني وتقف جنبي هتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن موديل جامد جدا، هنخش في فئه الانتل، هنتكلم عن انتل كور اي 7 جيل 9 اتش، موديل اسمه ديل بريستيشن 5540 برامات 32. استنوني في الحلقه الجايه مع لابتوب 4K وتاتش. يلا سلام.